انت تاجر وعامل نفسك ناصح وممكن تروح في 60 داهية. يا جماعة الفيديو ده انا بوجهه للتجار وخاصة الناس اللي بتبيع بالقسط. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتنضموا لعيلة محمد عكاشة اللي بيكوا بإذن الله هتكون اكبر عيلة على اليوتيوب. وخلي دايما شعارك في الحياة اعرف اكتر. في الفيديو ده يا جماعة انا بكلم اخواتي التجار، الناس اللي بتبيع بالقسط. واحد بيجي يشتري منه يقول له والله انا قسط ومش عارف ايه، ويقول لك اكتب ايصال امانة. التاجر بقى يجي يعمل نفسه فلحوسه ويقول لك يا عم اكتب ايصال امانه على بياض، اكتب لي 10 ايصالات، اكتب لي 20 وصل، اكتب لي مش عارف ايه، اكتب لي الكلام ده كله. تمام. يجي صاحبنا ما يلتزمش بالسداد، يقوم جاي التاجر بمنتهى البساطه كده يقوم مالي ايه وصل الامانه هو بخط تاني مختلف، ممكن يملاه بعد شهر 2 3 سنه 2 3 ايا ما كان. المهم يقول لك انا مش كاتب تاريخ. لا يا الله ناصح قوي. يقوم جاي رافع ايصال الامانه. دلوقتي اللي مكتوب ايه بس في ايصال الامانه؟ الراجل هو اللي موقع، الراجل اللي خد الحاجه، وانت حضرتك جيت بمنتهى البساطه وحسن النيه ومليت كل وصل الامانه باسمك. تقوم جاي رافع ايصال الامانه، يقوم جاي الراجل بقى اللي هو عليه ايصال الامانه مع انه عليه فلوس اصلا يقوم طاعن بالتزوير على الصلب. ايه الصلب ده؟ فرق بين الطعن بالتزوير على الصلب والطعن بالتزوير على التوقيع. يقول لك لا انا بطعن بالتزوير على الصلب. الصلب اللي هو استلمت انا فلان الفلاني من فلان مبلغ وقدره كذا لتوصيله لفلان. يوم القاضي خد بالك هنا القاضي والمحكمه ملزمه اللي هي تحيله للطب الشرعي. يوم جاي تقرير الطب الشرعي يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده في تفاوت زمني والخط مختلف بين التوقيع والصلب. الصلب اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ايه؟ لا مش الحديد والصلب، لا الصلب اللي هو صلب الايصال اللي انا لسه قايل من شويه استلمت انا فلان الفلاني. تمام. يجي يوم تقرير الطب الشرعي يجي يقول لك ايه؟ لا ده في تفاوت زمني بين التوقيع والصلب. وبعدين يجي يوم القاضي مدي براءة. مدي براءة ليه؟ لان خد بالك هنا ايصال الامانة اصلا لازم فيه يتوافر حاجة اسمها ركن التسليم. ايه ركن التسليم ده؟ ركن التسليم ده يا باشا اللي انا اكون استلمت المبلغ فعلا من سين عشان اوديه لصاد. طب انا ما استلمتش، القاضي يقول لك براءة. فانت خد بالك نصيحة لوجه الله. واحد جه اشترى منك قسط ما تكتبش ايصالات على بياض، لا ما تخلوش يوقع ايصالات على بياض. خلي انت كتبت 5 ايصالات 10 ايصالات، كل الايصالات هو يمضيهم ويملاهم بخط ايديه ويبصم. تاني كل الايصالات يملاه ويمضيهم بخط ايديه ويبصم. ولو لسه ما عملتش لايك وما اشتركتش في القناة دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة الان. نرجع نكمل كلامنا يا جماعة. فايصال الامانة خطير جدا. على قد ما هو يقدر يضمن حقك على قد ما هو ممكن يحبسك. ازاي بقى ممكن يحبسك؟ ممكن يحبسك لان في حاجة اسمها في قانون العقوبات جريمة اسمها خيانة الائتمان. يعني ايه خيانة الائتمان؟ خيانة الائتمان دي اللي انا اكون شايل عند حضرتك ورقة على سبيل الامانة وانت استغلتها. تمام كده؟ فلما يجي في ناس كتير ما بتاخدش بالها من الموضوع ده. لما يجي الراجل يطعن بالتزوير، يجي تقرير الطب الشرعي يقول لك لا ده في ايه؟ في تفاوت في التوقيع بين الصلب والتوقيع. طب ايه بقى اللي حصل؟ يقول لك يا عم ده انا كنت سايب ايصال الامانه ده عند الراجل ده على سبيل الامانه. تيجي انت بدل ما تكون صاحب حق تلاقي نفسك متهم. فعشان كده باكد عليكم يا جماعه تاني وتالت ورابع، اي ناس بتتعامل في ايصالات الامانه خلي اللي يجي يكتب لك ايصال الامانه يكتبه لك من اوله لاخره بخط ايده ومن غير تاريخ قدام عينيك ويبصم. سلام.